السلام عليكم، حياكم الله شباب. مقطع جديد، فيديو جديد ردة فعل على مباراة رايو فايكانو مع برشلونة بالدوري الاسباني. المباراة الثالثة لبرشلونة يا شباب. هي المباراة حتكون جدا صعبة بملعب رايو فايكانو. هذا الفريق جدا قوي يا شباب بملعبه. ان شاء الله المباراة هيتعدي على خير ونشوف شو رح تكون وضع المباراة. يعني بصراحة خايف منها المباراة انا. فقبل ما نبلش لا تحطوا لنا لايك وشيروا القناة وتعملوا لنا حباشاتكم بالفيديو يا شباب. الشير والسبسكرايب والقصص. خلينا نشوف المباراة وان شاء الله تكون مباراة حلوة وظريفة. حلوة لامين. هي يا الله شو التسديدة هي، والله حلوة من بدايتها يا زلمة. حارس والله صاحيلة، والله صاحيلة يا الله. يلا اعطي باص لك. وين رافينيا؟ مجنون رافينيا، هدف هذا ما بيضيع يا زلمة. اقسم بالله غباء هذا، اقسم بالله غباء. والله غير تندموا على الفرصة اللي كبيتها يا غبي. فرصة ذهبية هي، وين عم تروح فيها هيك؟ وليه حارس لك يابرني ربك شو زلمة. والله وحش، اقسم بالله وحش. ها اخيرا حارس مثل البشر يا زلمة. اخيرا حارس مثل العالم والناس، مو مثل اب بشير. الله حيه ابو عصام يا زلمة، الله حيه ابو عصام. اخيرا والله هدف هي كانت رهيبة لرايو فايكانو لو ما صدى. والله لو ما صدى بس. وحش يا غارسيا. هي اوه يا اولمو على التسديدة. والله حلوة، والله حلوة يسلم لي باسطورتي ملك. هات على السريع. بلنتي هات يا زلمة. الإعادة شوف الإعادة، خبطه كسر له رجله يا زلمة. شو اللعب هاد؟ ما بعرف مين سددها، لامين شكله. يلا يا لامين، يا عيني عليك يا وحش الاول. ايه بس يا ملك، يا عيني عليك. عيني على الاحتفاليه جديده الاحتفاليه مع لامين. اسطوره. وحش. يلا الله يخرب بيتك. اولمو اطلع لبرا. الله يخرب بيت اللي علمك الطابه يا زلمه. اقسم بالله ولد صغير بحطها هي، ولد صغير بحطها. خلص ما انسى هيك فرصة معلم. خلص هي اللي بتضوع عليك مباراة. يعني كانت صارت نتيجة 2-0 ولا لا؟ هلا سؤال. والله الفرصة يضوعها، والله العظيم ما بعرف. يلا يا فيران. لك هدف ثاني. لك هدف ثاني يا بطيخ يا اونة يا جمص يا بطيخ بسمير. هدف ثاني بتكبه هيك. طلع لبرا غبي. خلاص علي الحلال تطير علينا 3 نقاط. علي الحلال. الله يستر من الركنيات. والله بكرهها، والله بكرهها الركنيات يا شباب. بكرهها بالحقيقة وبكرهها باللعبة وبكرهها بكل شيء. اي بلعنا التعادل. تفضل اولمو افندي. ان شاء الله تكون انبسطت هلا انت هيك وروقت بالدكة. شلون قاعد انت؟ انا برايي حدا يشتري من الاندية قبل ما تسكر الانتقالات. ان شاء الله تكون روقت انت بس هيك بالهدفين اللي كبيت لنا اياهم. يا حبيبي بلعنا الثاني. والله وحش، والله اسطورة. اقسم بالله انك حارس اسطوري. يا عيني عليك على هالتصدي. بس شو بدي احكي؟ ما في غير احكي هيك. وحش. الحمد لله اللي صار عنا حارس. بس هيك بنقول يا حبيبي. يلا ما شوف طلع لك رافينيا التعبان، نزل لك راشفورد التعبان اللي اكثر منه لسه. يا حبيبي بلعنا خلص. وحش والله حارس ملك، حارس رهيب. والحظ وقف معنا شوي بهالفرصة. اللاعب تبعه المعلم سلم اللوحات. لا تعليق، والله لا تعليق. حارس اسطوري والله. لولا الحارس يا شباب بلعنا مدري كم هدف يمكن. والله العظيم. خلصت المباراة. خوان غارسيا معلم اخذ رجل المباراة. والله بيستحقها بجدارة. اقسم بالله وحش، والله وحش. ومثل ما شفتوا شباب انتهت المباراة بنتيجة التعادل. للأمانة يعني تعادل مستحق على اللاعب اللي لعبوه الشباب. يعني يحمدوا ربهم انه طلعوا بالتعادل، خاصة مع ذاك الافندي اللي هو اولمو يضوع فرصتين ذهبيتين. الحمد لله طلعنا بالتعادل. والحارس لو ما تألق هذا خوان غارسيا انسى. مباراة 2-3-1 لرايو فايكانو بسهولة حتكون. بس الحمد لله طلعنا بنقطة واحدة. يعني صرنا الترتيب الرابع يمكن ولا قديش ما بعرف. مهم 7 نقاط من اصل 9 نقاط. راح يصير عندنا فقرة جديدة يا شباب اللي هي نشوف تعليقات الناس شو حكوا بعد المباراة. في صفحة اسمها فورسا اف سي برشلونة اتوقع بالانستغرام، مشهورة يعني عن برشلونة. واحد كاتب اختلاف جذري بين برشلونة الموسم هذا والموسم اللي فات. طبعا اول شيء يا حبيب ما فيك تحكم من اول 3 مباريات. يعني بدك تمرر لك اقل شيء 10 15 مباراة
اتوقع لحتى تحكم على الفريق اذا كان مثل الموسم اللي فات ولا الموسم هذا بالمره. فهذا الشيء يعني ما اتوقع، بتفق معك فيه. تمام. عندنا اداء اعجازي من غارسيا مستحيل يقدمه، والله انا معك مليون بالميه. الحارس هذا اسطوره فنان، مو مثل ابشير تبع تير شتيجن. شو بك انت؟ المهم فاتفق معك مليون بالميه. عندنا تعليق غباء والله من اولمو، فرصه رافينا بالبدايه شفناها الفرصه تبع رافينا بالبدايه، غباء وشو اسمه اللي هو اولمو بالفرصتين اللي كبون. فاتفق معك. واحد كاتب تشيلسي ما يبون اولمو عوض اللي هو فيرمين لوبيز. انا برايي ياخذوا الاثنين، لانه فيرمين لوبيز كمان انا ما بحبه وطريقه لعبه بتهوي بالمره وما عم يعرف يساوي شيء. تمام. نشوف لي بعدين راشفورد عد من اين اتيت. والله معك، انا معك يعني معلم. ديك المباراه لعب اساسي ما عمل شيء، مباريات كمان بالتحضيريه ما عمل شيء. ف الله معك. بس المشكله بالضاعه التي تاخذ لا ترد ولا تستبدل. ما بعرف شو بيقولوا لك ماجستر شكلهم. المهم عندنا رافينيا. ليش طلع؟ بس لو اعرف طلع معلم لانه كان فرصه ذهبيه واللاعب غايب، يعني رسميا شكله حاضر الغائب بيسموه، ما بعرف. مهم عندنا واحد كاتب فرصه اولمو عم يبكي، فمي معك انا. عندنا واحد كاتب غارسيا اثبت انه هو فعلا اللي يستاهل يمثل شعار برشلونه. والله معك مليون بالميه. لاعب عم يقاتل كان بهالمباراه. واحد كاتب الفريق هو يضيع الفوز على نفسه. معك مليون بالميه. ورايه قدم مباراه للتاريخ. مليون بالميه كمان معك. قدام برشلونه واستحق الفوز لولا غارسيا. كمان معك مليون بالميه. اللي تقريبا هو الوحيد اللي صاحي. تعليقك اسطوري انت حرفيا معلم. بتفق معك مليون بالمية. بس لو يا شباب وصلنا لهذا الفيديو، في حال عجبكم الفيديو حبيتوا الفقرة هاي عشان نقرا تعليقات الناس ب شو اسمه بعد المباريات اللي بنشوفها او بنحضرها يعني. فلهلا بتمنى انكم تحطوا لنا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك. الرابط كله تحت بالوصف شباب. وحاليا في لكم السلام عليكم.